من احلى المشاهد في الحلقه مش ظهور الوحوش ولا التضحيه اللي حصلت في الاخر، لا، لما إيلي وجول بيقعدوا مع بعض لوحدهم. انا مستعد اتفرج على ساعه كامله ليهم وهم بيتكلموا، ما عنديش مشكله. اهلا بيكم يا جدعان في فيديو جديد، والنهارده هنراجع وهنحلل الحلقه الثانيه من مسلسل لاست اوف اس. الحلقه دي مليانه بشويه تفاصيل وتغييرات حصلت بين اللعبه والمسلسل، فهل التغييرات دي كانت احسن ولا لا؟ هنعرف كل ده في الفيديو. ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو، ولو دي اول مره تشوفني اشترك في القناه، دوس على الجرس الصغير اللي جنبه ده كده لو حابب تشوفني تاني. وشوفوا بقى هنوصل الفيديو ده كام لايك، ويلا بينا. عايز افكركم كده باول مشهد احنا شفناه في المسلسل. انا كنت مفكر ان هو مجرد مشهد افتتاحي، بس لا، هو طلع ليه اهميه اكبر، لان في الحلقه الثانيه برضو بنشوف اننا رجعنا بالزمن وهم بيكتشفوا انتشار الفيروس او الفطر، الاثنين صح بالمناسبه. يعني اول تغيير بقى معانا وهو مكان انتشار الفيروس. في اللعبه كان اول مكان هو امريكا الجنوبيه بسبب الفطر الموجود في المحاصيل، لكن في المسلسل هو في اندونيسيا في 2003 ومن الازهار والورود والحاجات اللي زي كده. وطبعا الحلقه اللي فاتت قلت لكم ان في فرق في التوقيت، في اللعبه كان 2013 اما في المسلسل فهو 2003. في اكتر من 200 مليون شخص عايش في جاكرتا، واول بقى ما بيبداوا يكتشفوا المرض اللي بينتشر بيستعينوا بخبيره في علم الفطريات، ولكن هي بتصدمهم وبتقول لهم ان النوع ده من الفطر ملوش اي علاج، وان الحل الوحيد بقى ان هم لازم يضربوا المدينه دي. اللي انا فهمته بقى ان ايه السبب اللي خلى جول وإيلي ما توصل لهمش العدوى. سبب انتشار الفيروس ان الدقيق او الخميره اللي بتدخل في الصناعه في مصانع الازهار والورد والحاجات دي، الخميره او الدقيق هما البيئه المثاليه اللي الفطر ده بيقدر ينشر نفسه فيها اكتر، ومع التسلسل ده فهو بيوصل للعيش والاكل. واللي عجبني بقى ان هم لمحوا للموضوع ده في الحلقه الاولى لو فاكرين، لما عرفنا ان جول بيتبع نظام غذائي اسمه اتكنز، واللي معناه ان انت بتبعد عن العيش والمخبوزات واي حاجه فيها دقيق او خميره، وده السبب ان هو وعيلته ما تصابوش بالمرض ولكن جيرانه اتصابوا عادي. بتبدا الدكتور روبوتا عالمه الفطريات، وده كده هو اول مشهد في الحلقه. متفائل بصراحه لتاني حلقه على التوالي، الانترو قويه جدا بتحمسني ان انا اخش في الحلقه اكتر ما انا متحمس. انا اكتشفت في اول مشهد كده ان المسلسل ده عبقري، بيوصل لك بعد للشخصيه في اقصر وقت ممكن. يعني مثلا في المشهد ده عرفنا ان الدكتور روبوتا خبيره، لما بصت بقى على الشريحه بتاعه الفطر دي قالت له ليه الشريحه دي شكلها مختلف، فعلى طول بقى وانت بتتفرج اكتشفت ان هي خبيره فعلا، وما احتاجناش اي وقت بقى عشان نصدق الموضوع. التفاصيل الصغيره دي جامده يا جدعان الصراحه. الدكتور اول ما بتعرف عدد العمال المفقودين بتترعش كده، وكوبايه الشاي يعني كانت هتقع من الخضه والخوف اللي حصلوا لها. فمن الاول كده عرفت ان المسلسل هيكون مهتم بكل التفاصيل، ومع ان الحلقه دي وقتها اقصر من الحلقه اللي فاتت ولكن بتبين حاجات كتير جدا. بنبدا بقى نشوف إيلي بتصحى ولسه جول وتيس مختلفين، هل هيقتلوها ولا لا؟ جول طبعا ما عندوش مانع ان هو يعني عايز يخلص عليها باي شكل، لان هو خايف بعد ما عرف موضوع العضه اللي عندها ده، وان هي ازاي لحد دلوقتي ما اتصابتش. لكن تيس محايده شويه بينهم وبتحاول بقى تعرف الاسباب من إيلي اللي ما خلتهاش تتصاب لحد دلوقتي، وده طبعا لان مده انتشار الفيروس زي ما قلت لكم الحلقه اللي فاتت من يوم ليومين، فصعب جدا ان حد يقعد وقت اكتر من كده من غير ما يتصاب. وهنا بقى يمكن اول تغيير عن اللعبه انا لاحظته في المسلسل، المكان اللي كانوا بيتناقشوا فيه او بيتخانقوا بمعنى اصح. في اللعبه كانت الاجواء مطر وكانوا بيتكلموا هما في مكان مفتوح اصلا، ولكن التغييرات دي مش هتاثر ب 2 جنيه يعني، لان نفس الديالوج القوي موجود في المسلسل، فمن رايي اشوف ان هو تغيير ايجابي. عاش. بنشوف فراشه بقى بتعدي في المشهد ده كده ناحيه إيلي، والفراشات رمز مهم جدا في المسلسل، لاننا شفناه في مشاهد ساره قبل ما تموت، وكمان شفناه تاني على الشباك لما إيلي كانت قاعده لاول مره بتتكلم مع جول. وده ربط كده بيحاول يوصل لك الحاجه المشتركه بين ساره وإيلي، وان ممكن إيلي فعلا بالنسبه لجول يعملها كانها بنته بالظبط. الصراحه انا كنت عايز احط صوره تيس على الثامنيل، الصوره المصغره بتاعت الفيديو من بره، لان الصراحه الحلقه دي كده هي الحلقه المثاليه لشخصيه تيس، مش بس عشان هي ضحت بنفسها في الاخر عشانهم، لا، الحوارات بتاعتها فعلا كانت مهمه وكان لازم نعرفها قبل ما تموت في الاخر، وهنتكلم عن المشهد العظيم ده لما نوصل. تحفه فنيه يا جدعان. بعد ما اخيرا بقى جول وتيس بيستقروا ان هم يكملوا المغامره دي مع إيلي، بنبدا نشوف العالم المتدمر معمول كويس جدا، عالم متماسك، وفعلا نهايه العالم واضحه مش محتاجه يعني، كل حاجه بقى متغطيه بالفطر. وكمان بنشوف مكان الصواريخ اللي اتضربت على المدينه عشان يقدروا يمنعوا انتشار الفيروس اكتر من كده. بنشوف تيس بتسال إيلي عن العضه اللي في ايدها وازاي حصلت. إيلي بقى انا متاكد ان هي كذبت في المشهد ده، لان هي قالت لها انا كنت لوحدي، وانا ما اعتقدش ده ابدا. احنا ممكن نشوف في المستقبل حلقه كامله فلاش باك كده عن اللي حصل لإيلي اليوم ده. اعتقد ان هي كان معاها حد تاني وحصل له حاجه مثلا ومات، وان دي مش مجرد حادثه كده حصلت لإيلي وخلاص، هي حاجه اكتر من كده فعلا. وبعدها بقى بيخشوا لطريق مختصر الى حد ما يعني، وهنا اول حوار بين جول وإيلي مع بعض، مش عارفين يفتحوا حوار مع بعض كده، كل واحد محتفظ باسراره وكل شويه يضايقوا في بعض. طبعا في المستقبل العلاقه بينهم هتبقى احسن بكتير، وده هيكون طبيعي جدا يعني بسبب اللي هم بيعملوه دلوقتي، لان تعاملهم دلوقتي انا شايف ان هو الطبيعي
اتنين ما يعرفوش بعض شاكين في بعض بيتخانقوا كل شويه، مفيش بقى اوفر واول ما شافها اتعلق بيها وبقى يعاملها كانها بنته. القصص الورديه دي ما بتحصلش في الحقيقه. وطبعا بنشوف كل الاماكن اللي بيعدوا عليها محلات ومطاعم كلها مرصوصه بشكل طبيعي جدا، بس فاضيه ومتغطيه بالفطر، وده كده انعكاس لشكل الحياه قبل ما تبدا تنتشر العدوى. كانت الناس بتملى الاماكن دي كده قبل ما نهايه العالم تبدا وتحس ان الوقت وقف ما بيتحركش. وطبعا لو وصلت لهنا ما تنساش ان انت تعمل لايك، تشترك في القناه، كل الحاجات دي. هو كده كده المايك مش متوصل بس انا قلت اغير جو، بعمل حوارا عشان اخليك تعمل لايك. ما هو النسبه الاكبر اللي بتتفرج مش عاملين سبسكرايب، فالموضوع حزين الصراحه. بنوصل بقى هنا لتاني تغيير انا لاحظته عن اللعبه، هم ليه مش بيلبسوا ماسكات عشان ما يتصابوش بالعدوى؟ وده عرفناه لما إيلي سالتهم هو المرض بينتشر ازاي. قالت لها في الاول بالعض، لو مثلا واحد من الوحوش دي انفجر عليك. في اللعبه كان ممكن الهواء الملوث ينقل لك العدوى عادي، لكن في المسلسل خلوا الموضوع دقيق وخميره والحاجات دي كده عشان يعني مش هينفع يلبسوا الشخصيه ماسكات طول الوقت. فللمره الثانيه بصراحه تغيير اشوفه ايجابي فعاش. وبالمناسبه يعني فالمسلسل ده هيكون فيه اجندات، فخلونا يعني نتجاهل الموضوع، ولو انت سمعت اي تلميح كده في الاحداث ففكك منه وطنش، لان هو كده كده ما يستحقش الاهتمام ومش هيفرق في القصه. واحنا كده كده في الاخر عارفين هم ليه بيحطوا الحاجات دي في المسلسلات. الناس اللي بيدوا الجوائز بيعشقوا حاجه اسمها اجندات، فاسكيب يعني. بنشوف لاول مره بقى منظر الوحوش وهي متجمعه مع بعض، وبنعرف ان هم مرتبطين ببعض. لو حد منهم مثلا اتعرض لحاجه او انت دوست على فطر من اللي على الارض فكلهم بيحسوا، وعلى طول بقى بيعرفوا المكان اللي حصل فيه كده. فالموضوع خطير، لان إيلي دلوقتي مش المفروض تقلق ان هي تتعض، هي ممكن تتقطع ل 100 حته، فلازم تاخد بالك. جول وتيس وإيلي بيتجهوا للمتحف، وهناك بقى بيبدا يحصل شويه اكشن كده، بيبداوا يسمعوا اصوات غريبه وبيتعرضوا لهجوم قوي لاول مره. بنعرف ان الوحوش دي ما بتشوفش، لكن اي صوت حرفيا لو صوت نفسك بس هيخليهم يعرفوا مكانك على طول. وهنا إيلي كانت خايفه ومن غير ما تقصد كده عملت صوت، وبدات بقى الوحوش تهجم عليهم. مشهد يخليك قاعد على حرف الكرسي كده، كفايه الاصوات بتاعتهم معموله كويس قوي الحقيقه، ولو انت معلي الصوت فانت هتستمتع جدا، هتحس ان انت بتتفرج على مشهد رعب. خصوصا ان دول مش مجرد وحوش عاديه زي الباقيين، لا، لان جول قال ان في وحوش بقالهم سنين الفطر انتشر فيهم ومع الوقت اتحولوا، ودول اسمهم الكليكرز عشان صوتهم شويه قريب للكليك. بس بعد خناقه كبيره بينهم جول وتيس قدروا ان هم يهربوا ويتخلصوا منه. وبكده بقى بدانا نخش على الارك المخصص لشخصيه تيس. القلق بدا يبان عليها، ما كناش عارفين ليه في الاول، بس ده كان تمهيد لان هي فعلا اتعضت جوه المتحف. حتى بنشوفها كده لما جول بيقول لها نعمل ايه مع الطفله، تيس بتنفعل عليه وبتقول له تفائل شويه لان احنا فعلا ممكن ننجح وننقذها. تيس بعد ما اتصابت بدات تقتنع ان الامل الوحيد ليها ان هي تعمل حاجه كويسه في حياتها انها تنجح ان هي تنقذ حياه إيلي. وطبعا عظمه الشوت ده مش محتاجه كلام، الناس اللي لعبوا اللعبه يعني هم عارفين. جول وإيلي واقفين مع بعض بيتكلموا وبيبصوا كده، ونفس المنظر ده ونفس الشوت كان موجود في اللعبه. المسلسل بيلعب على الفان سيرفيس بصياعه، فباقي المسلسلات بقى اتعلموا يعني اتعلموا شويه، بدل ما انتوا عمالين تعبثوا بعالم كده يعني ممكن يحط على اي عالم تاني. بس نعمل ايه، مفيش دم خالص. هنا بقى بنوصل لبدايه التضحيه اللي تيس عملتها. جول بيتصدم اما بيوصلوا للمكان اللي المفروض ان هم يعني كانوا يوصلوا ليه إيلي، بيلاقوا الناس كلها ماتت، ما يعرفوش ايه اللي حصل، وبيبداوا بقى يشكوا ان يمكن الزومبيز كانوا هنا ومشوا خلاص ما بقاش في خطر. وهنا بقى بنعرف ان تيس اتصابت وما بقاش عندها وقت، وفي نفس الوقت بقى كانت العضه الموجوده عند إيلي رجعت ولا كأن في حاجه حصلت لها. تيس بقى بتقنع جول ان هو يوصل إيلي لبيل وفرانك، ودول ناس كده جول كان يعرفهم زمان ومعارف يعني بيعملوا مصالح لبعض. اداء تمثيلي عظمه بصراحه في المشهد ده. وفي نص الكلام جول بيضرب نار على واحد من الزومبيز الميتين دول، وعشان الفطر اللي قلت لكم عليه ده بيتاثر كده في باقي الزومبيز فهم حسوا بداوا كلهم يجروا ناحيه المبنى اللي هم فيه. تيس خلاص قررت ان هي تستنى وتحاول تعطلهم لحد ما جول وإيلي يهربوا. طبعا في الاول جول كان رافض، ولكن اول ما قالت له جمله كده فهو غير رايه. سيف وات يو كان سيف. جول بيسمع الجمله دي على طول من هنا وخلاص بياخد إيلي ويهرب. واعتقد ان علاقه جول وإيلي كده وصلت لمرحله تانية، لانه بدا يحس كده ان هو ممكن يصلح كل الحاجات الغلط اللي عملها في السنين اللي فاتت وانه ينقذ إيلي. وبنشوف بقى المشهد الاخير لتيس والولاعه، يعني مشهد قوي معبر، ويعني حتى نهايه الزومبي وهو بيقرب منها وهي بتحاول بالولاعه عشان ترميها، يعني في نفس الحلقه شفنا بناء الشخصيه ونهايتها. هو ده بقى الارك التمام. مش تقول لي بقى شخصيه دخلت الحمام طلعت من الحمام، ده بيبني لي في الشخصيه. في فرق كده بين مشاهد بتبقى محطوطه عشان تمط الحلقه وخلاص، وفعلا مشاهد بتفرق وتخليك تتاثر بالشخصيه، اللي هو انا اتعلقت بالشخصيه في حلقه ولا حلقتين. وشكلنا كده هنشوف مشاهد زي دي كتير في الحلقات الجايه. الحلقه الثانيه من مسلسل ذا لاست اوف اس فيها على فكره يعني كلام كتير ممكن نقعد نرغي، بس انا بقول كده كفايه عشان ما اطولش عليكم، ممكن تكونوا زهقتوا ولا حاجه. عموما انا انبسطت والحلقه كانت ممتعه جدا. تقييمي للحلقه الثانيه من مسلسل ذا لاست اوف اس 9 من 10. ايوه اكتر من الحلقه الاولى. فقول لي انت كمان تقييمك للحلقه تديها كام من 10، ولو انت لعبت اللعبه
فشايف بقى التغييرات اللي حصلت هل كانت ايجابيه ولا سلبيه؟ فمستني رايكم طبعا تحت في الكومنتات، واتمنى لو الفيديو عجبك ما تنساش ان انت تدعم الفيديو وتعمل لايك، تشترك في القناه، تدوس على الجرس الصغير ده عشان اول ما انزل فيديو يوصلك على طول، لان هو ممكن ما يظهرلكش وكده، فانت دوس على الجرس ده عشان يبقى احتياطي يعني. ولو وصلنا الفيديو ده 2000 لايك فيبقى زي الفل يعني. ممكن تتواصل معايا على الانستجرام والتيك توك والفيسبوك، هسيب لك اللينك تحت في الديسكريبشن وصف الفيديو. انا علاء اسماعيل نونز موفي هاسلر، اشوفكم في فيديو جديد، اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير. سلام. ده الاسبوع اللي بقعد استنى فيه الحلقه ده